المغاربه الحرار، تحيه لكم من اخوكم الريفي وعاش الملك. والله العظيم الى هذا الشعب الجزائري وهذا الاعلام الجزائري والله ما عرفت مالو معانا. حنا ما كنجبدوهمش، ولكن هما واش غادي نقول لك، والله ما عرفت ما نقول لكم. فرقع معاك ديك لايك، بارطاجي وخلي شي تعليق زوين، واجي تشوف اش واقع في العالم الاخر. خاوتنا السلام عليكم. خاوتنا هذا وين جاني الخبر وجاتني الصوره. بدات موريتانيا في ارسال المساعدات الى المتضررين من الجوع في المغرب عبر اراضي الصحراء الغربيه المحتله. الحمد لله حققت صرا وفيات البارح. الشكر الى الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه نيابه عن خاوتنا المراكشيين. وحظ سعيد. تتكالب الأزمات على الشعب المغربي من كل حدب وصوب، جوع، فقر وتهميش، بينما يتخبط المواطن في قلب المعاناة. يمعن المخزن في سياسة التجاهل وتقديم الوعود الكاذبة. قال لك سيدي احنا بريطانيا غادي ترسل لنا المساعدات، مع العلم ان بريطانيا كتدي علينا الخضار الفواكه والمواد الغذائيه. المهم ما علينا، اجيو نطلبوا طلع عند جوارينا ونشوفوا واش هما بريطانيا كتصيفط لهم المساعدات ولا لا. اجي تشوف. كيف باقي والله غير صار بك ايوبا يا بابا الذي تتواصل فيه أزمة الزيت بالجزائر، زيت المائدة على مستوى محلات التجزئة، رغم تأكيد المنتجين وفرة هذه المادة الأساسية على مستوى المخازن بكمية كافية لتموين السوق الوطنية بشكل واسع. كشف مجمع سيفيتال أن إنتاجه السنوي ومن الزيت يبلغ 700 ألف طن، وأنه لم يشهد أي تخفيض خلال الأسابيع الأخيرة، مرجعا الأزمة لعزوف التجار بالنسبة لتجار الجملة عن اقتناء المخزون بسبب رفضهم للتعامل بالفوترة التي فرضتها وزارة التجارة مؤخرا، في حين يرى الموزعون أن المنتجين استحوذوا على هامش الربح وتم حرمانهم من حقهم في الفائدة، وبرفض طبعا منطقي يعتبره البعض معاناة يومية لأزيد من 100 عائلة. هنا لا تغيب فقط ضروريات الحياة من ماء وكهرباء، بل تحضر أيضا ظروف معيشية أقل ما يقال عنها أنها قاسية. وما عندنا لا ما لا تريسيتي جايبينها من بوطو. الماء نخلصوا فيه 150 ألف وما يجيبوا الناس، خاصة تاعنا عيانة وحاشاك عندنا الزيقو. إلا هما راهم مهنيين وراقدين في ديارهم. يا خويا حنا ماناش مهنيين، يخزروا لينا اللي وتش ولادنا، غير اللي عندها زوج ربعه وراقده في بيت وحده شمبره. وعلاه يا ربي حنا واش درنا؟ لم تقتصر انشغالات السكان على غياب التهيئة فحسب، بل تعدتها لمشاكل صحية تهدد حياتهم في ظل انعدام قنوات الصرف الصحي وتراكم النفايات التي حولت الحياة. شوفوا 30 برويطرين. ايوه كل ما ضرب. راكم تشوفوا المعاناة. يا مسؤولين ولاية عند بلا ماكمش قادرين عليها، حطوها وروحوا تروحوا. الشعب راه يعاني لهنايا، ماكمش قادرين توفروا له الحل. راكم تشوفوا كل نوما تقرا غدوه. شوفوا خليه شوف معاناة. تهضر مع المسؤولين ولاية عند بلا ماكمش قادرين يوفروا. تاع الحليب يا سبحان الله. شوف يا ابو صباح، شوف 1.5 مليون شاهد خويا العزيز. شوف وهذه العاصمة، قلب العاصمة، وإليكم ما ادرأتم. السلام عليكم. هذا فوضوي قرية فلوسن، دائرة عين الترك، بلدية بوصفر.
وهذا فوضوي قرية فلوسن هو أقدم فوضوي في دائرة عين الترك، ولكن هنا لا حياة لمن تنادي. شحال من مرة جاو مركوهم، شحال من مرة رقموهم، شحال من مرة جاو على خاطر الفوت باش ينتخبوا عليهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. يوعدوهم بالوعود الكاذبة أنهم كل عام غادي يمدولهم وما مدولهمش. عنده المدة 30 عام، يعني هو أقدم فوضوي بدائرة عين الترك بلدية بوصفر. وهنا راني نصوركم بلدية بوصفر، هيا قدامكم، زوميتها لكم باش تشوفوا. هذه بوصفر لا كورنيش وهو لا باز من جهتها هكا باش تعرفوا وين راه المقر تاع الفوضوي تاع قرية فلوسن. يعني ما يباينش في الطريق، جاي على جهة. سي بوغ سا كل المسؤولين ما بغاوش يهضروا عليه. أرجو من السلطات المعنية بذلك أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، ولازم تردوا الاعتبار لكل مواطن جزائري ومواطنة جزائرية، ولكم مني كل الاحترام. شفتوا هما اللي ما كيصيفط لهم حتى واحد المساعده كيفاش عايشين ولا الرفاهيه ما شاء الله تبارك الرحمن. اذا هذه كتبقى تربيه تاع المراديه، الشعب يكذب، الاعلام الجزائري يكذب، وكاع الازمات اللي ضاراهم خصهم يلصقوهم في المملكه المغربيه او في الشعب المغربي. اذا هكذا كيروج على الشعب الجزائري او كيبغي يخفف على ديك المعاناه او الضغوطات او يعني الحقره ديال الطوابير اللي كيعيشها يوميا، واللي فيها يعني كيفقد او كيفتقد لعده مواد غذائيه. يعني الا كيجي من العشيه للعشيه يفتح واحد الفيديو ويقول لك موريتانيا كتصيفط المساعدات للمغرب، مع العلم كما قلت لكم موريتانيا يعني هي كتشري علينا يعني من القبسه نتاع اتاي، وانت طالع حتى الخضار والفواكه وما الى ذلك. وهذا الشيء هذا هما راهم عارفينه، ولكن تربى فيهم الكذب. وهذا الشيء هذا مناش لان كنشوفوا حتى فخامه عبد المجيد تبون ملي كيخطب فقط كتلقى غير الاكاذيب في داك الشيء اللي كيروج له، وداك دوك التصريحات اللي كيخرج منهم، يعني كل شيء اكاذيب. ولهذا الاعلام الجزائري والشعب الجزائري خدا الفكره من الرؤساء ديالو انه خصو يكذب باش يخفف على الضغوطات اليوميه او روتيني اليومي او الضغوطات النفسيه اللي اصبح كيعيشها بسبب هذاك الوقوف في الطوابير. نعم، اذا تلقى شعب هو كيعرف المملكه المغربيه على انها كتصدر، وراه هذا الشيء قلته عده مرات في الفيديوهات، كنصدروا لافريقيا واوروبا وامريكا اللاتينيه، كنصدروا لهم المأكولات، الخضار، الفواكه، الاسماك، المواد الغذائيه بشتى الانواع ديالها. هما هادشي هذا كيعرفوه، ولكن ما يقدروش يقولوه، خصهم يكذبوا باش زعما العالم يعرف بان راه موريتانيا كتصيفط لنا المساعدات. مع العلم العالم غيضحك عليهم، كيعرف بان المغرب كيصدر وما كنستوردوش. اذا هذا هو الشعب الجزائري وهذا هو الاعلام الجزائري. ودائما نرجعوا للمقوله الشهيره تاع الحسن الثاني الله يرحمه، ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. عاش الملك، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. والشابو وتحيه المراه المغربيه واي مغربي حر غير على بلاده. والسلام عليكم.